لو ابنك بيقعد بالساعات يبحلق في المروحة وهي بتلف، أو يميل راسه ويبص للعب بطرف عينيه، أو يفضل يفتح ويقفل في الأبواب والدرج عشان يتفرج على حركتها، الفيديو ده ليكي واسمعيه للآخر. طبعا أول ما بتشوف المنظر ده قلبك بيقع وتجري على الجروبات والكل يقولك الحقي دي علامة توحد صريحة. أنا بقى بقولك اهدي خالص وتعالي نشوف الحكاية. السلوك ده ممكن يظهر عند أي طفل عادي، والموضوع مش شرط خالص يكون توحد. ده اسمه علميا جوع المثيرات البصرية. عارفة يعني ايه جوع بصري؟ المخ هنا بيكون عنده خمول في معالجة الصور والإضاءة والحركة، فالطفل عشان يفوق مراكز الإبصار في مخه ويحس بالاتزان محتاج يشوف حركة مكررة وسريعة جدا، زي لف المروحة أو النظرة الجانبية بطرف العين. هو مش تايه ولا بيسرح، هو بيعمل شحن حسي لعينه ومخه. والمنع هنا أو إنك تخبي اللعب عنه مش هيحل المشكلة، لانه هيدور على بديل. الحل اننا نشبع الجوع البصري ده بره مواقف التشتت دي بتدريبات التتبع البصري المنظمه، زي الالعاب اللي فيها اضاءه متغيره، تتبع ليزر على الحيطه، او تدريبات الفرز او التصنيف. الانشطه دي بتشبع عينه وتخليه يركز معاك انت مش مع المروحه. وعشان يوصلك بروتوكول التاهيل البصري المنزلي كامل بالخطوات اللي تزود تركيز طفلك وتمنع التشتت، اكتبي كلمه تركيز في التعليقات وهيوصلك فورا. السلام عليكم.